السلام عليكم البنات. اليوم غنشارك معكم واحد الوصفه ديال المورقه مالحه كتجي رائعه ولذيذه. هذا راه العجين المرق غادي نخلي لكم في اول تعليق. الوصفه كنت درتها معكم العام اللي فات، للمبتدئات. العجين المرق بطريقه سهله وكيجي ناجح. دابا هذا العجين المرق فاش سرحته على قد اللاطه اللي عندي، يعني كل واحد يدير الكميه اللي باغي. انا هنايا مصوبه الكفته بالتوابل تاعها، كل واحد الحشوه على شنو عنده في الدار. هنا اخترت انا الكفته، غير الكفته تاع الدجاج الصراحه البنات. عندي شي دجاج خديت منه طروفه وطحنته ودرت معاه التوابل، وهي الكفته واجده. غادي نسرحوه هنايا كيف ما كتشوفوا. هنا البنات من بعد ما درت الحشوه تاعي كامله غادي نبدا نكب في الصوص بيشاميل. الا بغيتوني نشارك معكم الوصفه تاع الصوص بيشاميل خليوها لي في التعاليق ونشارك معكم الطريقه ديالي. انا غير ساهله، يعني تندير معلقه فورس مع معلقه زبده وشويه الملحه شويه البزار، نخلطهم مزيان. بعد ضفت عليهم من السيترو ديال الحليب، خليته تسخن مزيان. الا بان لي راه باقي ما بداش يعقد كتزيدي الفورس. صافي زدت واحد شويه تاع الفورس انا وشويه بدا كيعقد ليا، وفاش حسيت بها راه رجعت بحال الكريمانيت. ها هي حطيتها فوق من الحشوه ديالي. البنات هذاك العجين المرق اللي انا صايبت ثلثين منه هما اللي استعملتهم فرشهم، والثلث خليته هو هذا اللي غادي نغطي به. غنوريكم الطريقه باش كنغطي انايا. كنسرح العجين، يعني كنحاول ناخذ المساحه تقريبا تكون هكذا، يعني نورقها مزيان نسرحها مزيان تولي يعني مساحتها هكذا اللي فرشت بها. ودابا كندوز عليها من الوسط بهذا كنشوفوا ما عرفتش شنو غنسميو. هانتوما تشوفوا الطريقه كيفاش هيجي. شفتوا معايا البنات كيفاش جات، وما حد ديك البارتي العجينه اللي غنديروها الفوق تكون اصغر، ما حد هاد الشباك تاعها بحال هاد البلاصه شي جات رائعه. هاد البلاصه جات مازال مزاحمه. انا نفضل انكم يعني ديروا لاباط تخليوها غير شويه باش تجيكم كامله بحال هكا. دابا غادي ندهن بالبيض اللي درت فيه واحد شويه ديال الخل، ونتلاقاو من مورا ما طيب ان شاء الله. البنات كيف ما كتشوفوا دابا خرجتها من الفران، راه الاذان بقى غير واحد نص ساعه. هذاك الشيء كتسمعوا الصوت تاع الطياب. المهم دابا خرجتها من الفران، غنقطعها ونوريها لكم. ها هي البنات من بعد ما قطعتها، شوفي كيفاش كتجي متقرمشه باينه صراحه. كتجي لذيذه صوص بيشاميل رائعه. شوفوا ملي كتجي رائعه، لا يعني للدار ديريها ليهم، لا العراضه، لا صراحه كتجي رائعه. نخليكم دابا صحه فطوركم وشهيه طيبه.